من منا لا يعرف سلسلة الأفلام الشهيرة التي أنتجتها شركة ديزني الأمريكية في السنوات الأخيرة؟ قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean، والذي أدى الدور الرئيسي فيها الممثل الأمريكي جوني ديب، وهو دور جاك سبارو، والذي نال عليها العديد من جوائز الأوسكار لدوره في هذا الفيلم. والذي لا يعرفه كثير من محبي هذه السلسلة أنه كان يجسد شخصية حقيقية، وهي قصة البطل الكابتن جاك وورد. فمن هو إذن هذا الكابتن جاك وورد أو جون وورد؟ ويطلق عليه اسم جون بيرد، وذلك لحبه الكبير للطيور. وهذا ما دفع منتج الفيلم لاختيار اسم سبارو، وتعني العصفور، بدلاً من بيرد وتعني طائر. ولد جاك وورد في عام 1553 ميلادية في بلدة فيفرشام الواقعة في مقاطعة كينت جنوب شرق إنجلترا. وعمل في بداية حياته في صيد الأسماك مع أهله، ولكن حياته قد انقلبت رأساً على عقب في عام 1588 عندما تواجه الإسبان بأساطيلهم البحرية الضخمة ضد إنجلترا في أكبر عملية غزو بحري تتعرض لها إنجلترا، والمعروفة باسم الأرمادا. لكن يشاء القدر أن يهزم الإسبان هزيمة منكرة على يد الإنجليز، وتحول جاك وورد هو وكثير من البحارة في هذا العام إلى تشكيل فرق بحرية خارج الجيش الملكي بتكليف رسمي من الملكة إليزابيث الأولى بالإغارة على سفن الإسبان التجارية والبحرية العسكرية فيما يشبه حرب العصابات والقرصنة. وقد كان العداء بين الإسبان والإنجليز كبيرا نتيجة لتحول إنجلترا من الكاثوليكية إلى البروتستانتية الإنجيلية. وقد أعلن بابا الفاتيكان الحرب صراحة على ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى، واعتبرها حاكمة غير شرعية، وأحل البابا رعاياها من الولاء لها، الأمر الذي عرض الملكة لكثير من المؤامرات للتخلص منها. وقد تولت إسبانيا مهمة قيادة الكاثوليك للتخلص من هذه الملكة البروتستانتية وإعادة إنجلترا الكاثوليكية من جديد. في نفس الوقت قام الإسبان بتعذيب وقتل كثير من البروتستانت في إسبانيا والدول الأوروبية التي كانت واقعة تحت احتلالها. ومع مرور الوقت صار البحار الإنجليزي جاك وورد من قادة البحارة الذين أوقعوا خسائر فادحة في سفن الإسبان، وصار يملك ثروة لا بأس بها نتيجة للغنائم التي كان يحصل عليها. وفي عام 1603 تغير كل هذا، فبعد رحيل الملكة إليزابيث الأولى وتولي الملك الإنجليزي جيمس الأول مقاليد الحكم في إنجلترا، فقد عقد الإنجليز مع الإسبان اتفاقية سلام في هذا العام، فمنعت جاك وورد وكثيرا من البحارة من قتال الإسبان. لكن جاك وورد قد انصاع للأمر وذهب للعمل في ميناء بليموت، لكنه قد أجبر بعد ذلك على العمل في البحرية البريطانية الملكية. وقد اشتهرت في هذا الوقت بسوء السمعة في المعاملة التي كان يعامل بها الجنود، وظروف العمل الصعبة التي جعلتها غير محببة في أن ينضم الأشخاص إليها، بل كان البعض يفضل السجن على أن ينضم للبحرية البريطانية الملكية. ولكن بعد فترة من العمل ليست بالطويلة علم جاك وورد بأن بعض الأغنياء الإنجليز من الكاثوليك هربوا إلى إسبانيا ومعهم كنوز عظيمة، فقرر هو و30 بحارا آخرين الاستيلاء على هذا الكنز. ولكنهم عندما اقتحموا السفينة لم يجدوا شيئا، فقرروا الاستيلاء على السفينة نفسها
والهروب من سطوة البحرية الملكية. منذ ذلك الوقت أصبح جاكورد ورفاقه في عين البحرية الملكية قراصنة وخارجين عن القانون، وقد بدأت عملية المطاردة لهم حتى اتجهوا إلى جنوب إيرلندا. وأثناء الإبحار انتخبوا جاكورد ليكون قائدا لهم. وفي عام 1603 تمكن من الاستيلاء على سفينة جديدة واتخذ لها اسم جون الصغير، ليتل جون، فهو يرى نفسه على نمط روبن هود الذي كان يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء، أي أن له هدفا نبيلا وليس بغرض الإفساد، وهذا دليل على نبل أخلاقه وإن كانت الطريقة غير شرعية. بعد أن أصبح مطاردا من حكومة الملك جيمس الأول، قرر ترك كل ما يتبع المملكة البريطانية والإبحار إلى مياه البحر المتوسط، وبالتحديد إلى الجزائر، وذلك لقوة الجزائر البحرية، فقد كانت تعتبر القاعدة البحرية الأهم في الدولة العثمانية التي تمتلك أقوى الأساطيل في البحر المتوسط بجوار أساطيل جمهورية البندقية التي كانت قوية هي أيضا. ويعمل لديها المرتزقة، وكان أحد المرتزقة هؤلاء من الإنجليز قام بمهاجمة بعض مدن الجزائر الساحلية، فنهب وقتل وخرب وعات فسادا، وهذا الأمر قد أثر على جاكورد عندما هبط إلى الجزائر، فقد انتاب بعض الناس الشك فيه لكونه إنجليزيا وقد يكون أحد المرتزقة، فقرر الذهاب إلى عرض البحر حتى استولى على سفينة سانت ماري، وكانت تابعة لأسطول جمهورية البندقية، وكان فيه الكثير من البضائع، واستولى على الكثير من السفن وتوفر له الكثير من البضائع، وقد أصبح مطاردا أيضا من بحرية البندقية. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه: أين يذهب؟ أصبح جاكورد مطاردا في البحر المتوسط، ولا يستطيع أن يجد له مكانا في البر كي يستقر عليه أو يبيع بضاعته الكثيرة التي كانت معه، فهو لا يستطيع الرجوع إلى إنجلترا لأنه مطلوب من الحكومة الملكية هناك، ولا يستطيع أيضا البيع في حوض البحر المتوسط بسبب عداء جمهورية البندقية له وباقي السواحل الأوروبية، وبسبب الاختلاف في العقيدة، فهو بروتستانتي وهم كاثوليك، وأيضا لا يستطيع الذهاب إلى الجزائر للسبب الذي ذكرناه سابقا، فلم يجد غير مكان واحد يستطيع بيع بضاعته فيه، وهو مدينة سلا المغربية، فعبر مضيق جبل طارق وذهب إليها وباع كل بضاعته، وقد أنفق الكثير منها على البحارة الذين وجدهم هناك، وكانوا قد هربوا من الأسر في سجون الإسبان، واتخذ الكثير منهم إلى طاقمه واشترى كل ما يحتاجه من السلاح. وفي نوفمبر من عام 1606 وصل مرة أخرى إلى جزيرة قبرص واستولى على سفن الحرير، وواصل عملياته حتى نهاية العام، وظل يبحث عن حل لعدم وجود مكان ثابت لهم على اليابسة يستطيع الإقامة عليه، حتى وجد الحل أخيرا. استطاع جاكورد التواصل مع كار عثمان قائد الإنكشارية في تونس، وعرض عليه خدماته مقابل توفير المكان، وكان العرض مغريا للطرفين، لأنه في ذلك الزمن كانت تونس وشمال إفريقيا تتعرض للقرصنة والغزو من أساطيل الكاثوليك في البحر المتوسط كأمثلة القديس يوحنا، فكان انضمام جاكورد إلى قوات المسلمين قوة كبيرة لخبرته في هذا المجال والتعامل معهم، ومنفعة له أيضا كي يتسنى له الانتقام من أعدائه الكاثوليك. وقد اتخذ من تونس مقرا له ووطنا جديدا له، وواصل القتال مع المسلمين حتى أرسل إليه ملك إنجلترا يعرض عليه العفو على أن يعترف بالخطأ ويتخلى عن عمله في البحر،
إلا أنه رفض العودة وفضل البقاء بتونس. لم يأت عام 1609 حتى أنار الله بصيرة هذا القائد، واختار جاك وورد أن يعتنق الإسلام، وذلك بعدما خالط المسلمين ورأى أخلاقهم، فأحب الإسلام والمسلمين، فأعلن إسلامه وقام بتغيير اسمه إلى يوسف ريس، مما جعل كل مسيحي أوروبا يعلنون الغضب منه، وذلك لشهرته آنذاك في البحار، فكان إسلامه يعتبر إساءة للكثيرين منهم، لذلك عكفوا على تشويه سيرته في كل الحكايات والروايات الأدبية الأوروبية، مثل رواية مسيحي يتحول إلى التركية للكاتب روبرت دايرون، ويقصد بالتركي أي المسلم. أصبح يوسف ريس جاك وورد أحد قواد المسلمين البحرية، وظل على ذلك حتى وصل إلى سن 70 سنة، وهو مجاهد يقود الأساطيل في البحر المتوسط يدافع عن الإسلام والمسلمين. في عشرينيات القرن ال17 الميلادي اجتاحت موجات من وباء الطاعون القاتل أوروبا وشمال إفريقيا في عام 1623. حينئذ تعرض القائد يوسف ريس لهذا الوباء، وتوفي على إثر الإصابة به عن عمر يناهز 70 سنة، فرحم الله هذا القائد الذي ختم حياته بالإسلام حتى ينول رضا الله عز وجل ويموت شهيدا بالطاعون.